بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني كده مش موجود في منافسة الدوري العام، والموضوع انتهى بالنسبة له. يعني أنا بشوف إنه مفيش فرص، لكن لازم يبقى في فرص في الإصلاح. كنت اتكلمت أكتر من مرة إنه يعني ناشئين الأهلي هم الحل، مش الصفقات الجديدة. يعني في كلام دلوقتي طبعا عن، هو دلوقتي الإدارة ساكتة والسوشيال ميديا بتحاول تمتص غضب الجماهير. يعني مش هتلاقي كلام دلوقتي على صفقات، ويقعدوا يشتموا في اللعيبه، واصل هي اللعيبه هي المشكله، واللعيبه هي اللي عامله كل حاجه. وعلى استحياء كده الاداره جابت صفقات، لكنه تروب مش عارف ماله المدرب، اصله ما جابوش سواق، جابوا عربيه مرسيدس ونسوا يجيبوا السواق. فده كلام كله الاستهلاك، وعشان عارفين ان الناس طيبين الحقيقه. اي حدث مهما كان صعب بيعدي عليه 3 4 ايام، الناس بتهدى والموضوع بيعدي. لكن جمهور الاهلي امبارح في المدرجات قال طلعوا الناشئين. صحيح هو شتم اللعيبه، لكنه طلعوا الناشئين دي انا شايف انها هي الحل. الحل في الناشئين، ناشئين الاهلي لازم ياخدوا فرص حقيقيه. انت كده كده يعني موضوعك خلصان، انت عندك 3 ماتشات. ما تجرب تلعب بالناشئين، مش لازم تنزلهم كلهم كتيم. طلع منهم 3 4 يا اخي، طلع منهم 3 4 لعيبه. قعد النجوم دول، قعد زيزو وقعد امام وقعد تريزيجيه وقعد بن شرقي وقعد بن رمضان، وحط لنا 3 4 لعيبه صغيرين. هيحصل ايه؟ هتتغلب؟ اكيد مش اكتر من 3-0. هتتغلب اكتر من 3-0؟ مش هيحصل اكتر من كده. فمش هيفرق، مش هيفرق. ادي فرصه للناشئين، اعمل بلان انه الاهلي يطلع ناشئين السنين الجايه. ما يبقاش الكلام على انه طيب اصل احنا عايزين بقى ايه بعد ما الناس تنسى المصيبه. هنتكلم بقى عن احنا هنخطف مايلو من بيراميدز، مش مايلو ده جاب فينا جولين؟ فده هيبقى صفقه حلوه وحراق، وهنطلع لساننا بيراميدز اللي فضحنا. فنديله على عينه. نعمل ايه؟ ناخد مايلي. طب مايلي مش راضي بيراميدز ب 2 مليون دولار يا عمي. 2 مليون دولار وشويه اعلانات يجيب 100 مليون جنيه مصري، يبقى داخلين مثلا في 4 مليون دولار عادي. عادي والله. نبقى نشوف يعني حل شركه الكوره وعقد مش عارف ايه، وهنا ونقول نراضيه، والناس تقول ده رقم كبير، نقول لهم ما حصلش، جيب اللي يثبت، والكلام بتاع الاهلي ده. بس اللعيبه اللي هتبقى معاه عارفه، هتبقى عارفه ان هو واخد كام. فهتتخانق على الفلوس زي ما امام عاشور كان بيتخانق على زيزو كده. فانت هتكمل في المسلسل. ابراهيم عادل، طبعا احنا دلوقتي عايزين نفكر برضه نضرب الزمالك على عينه. يعني انت قابل بقى وقعد في الصيف، عايزين نفكر بقى هنضرب الزمالك على عينه ازاي. ايه رايك في فتوح؟ بس فتوح ده بيعمل القصه وبيعمل شعره سبايكي وهيبيلون شعره زي امام عاشور فهيتعبنا. طب حسام عبد المجيد، مش هتبقى حلول دي مش هتبقى حلول. ده هيبقى زي السنه دي، هيبقى نفس الوضع. الحل في ناشئين الاهلي، حل مشاكل الاهلي في ناشئينه. انت ينفع تطلع من النجوم دول 2، يعني بن رمضان بن شرقي. وانا رايي زيزو، انا رايي الشخصي يعني زيزو يتباع. زيزو يتباع وبن شرقي وبن رمضان، لكن ما تفرطش في امام عاشور لانك مش هتعرف تجيب زيه. على فكره يا جماعه، احسن لاعب في مصر هو امام عاشور، والولد فيه مش هو السبب فيه، الاداره هي السبب، هي اللي جابت النجوم بالارقام دي. ده حق ربنا. عايزين تمشوا ورا اللي بيقول لكم اصل هو اللي مبوظ اللبس، انتوا حرين يعني، يعني كل واحد حر. لكن حق ربنا، السنه اللي فاتت ما كانش بيتكلم في حاجه، ولعب وكان هداف في الدوري.
كان هداف الدوري وهو اللي جاب لك الدوري اصلا. يعني اخر 6 ماتشات مع عماد النحاس، حتى لما وسام كان غايب، ما كانش موجود، كان جراديشار بيلعب، وسام كان مصاب. مين اللي شال الماتشات دي؟ هو امام عاشور. السنه دي حتى قبل ما الموضوع، لما يحس ان الاداره بتلعب بيه، لعب 3 ماتشات دجله والمقاولين، وهو اللي كان شايل الفرق، وكان بيلعب بكل بروح وبقوه، وبيموت نفسه على كل كوره. فالولد ممتاز. بس انت كمان ما تحسسش ان هو قليل، وتجيب واحد ما بيعملش اي حاجه تصيطه وتسقف له، ما هو مش هيسكت، هيقول لك انا عايز زي. بطبيعه بشريه. باين كلهم شباب عندهم 22 سنه و25 سنه و26 سنه. يعني يعني دي عقلياتهم في السن ده. ما دافعش عن حد. لكن زيزو مش مفيد، بن شرقي مش مفيد. بن شرقي لو هيلعب بمكانه، وهو مستحيل يلعب مكانه عشان تريزيجيه. فخلاص انت كده كده ما ينفعش تجيب 2 نجوم تريزيجيه وبن شرقي في مكان واحد، ما ينفعش. فتجيب مدرب يحاول يوظفه، يعني مش هيوظف ايه؟ لعيب لو شلته من مكانه وحطه في مكان تاني مش هيديك 10%. خلص. الحل في ناشئين الاهلي، حل في تقليل عدد النجوم. ما بقولش كله يتباع، بقول نقلل العدد ده، وما نزودش الطينه بله ونجيب نجوم تانيه. جيب لعيب عايز تلعب كوره، جيب ناس عايزه تلعب كوره. ده من وجهه نظري الحل، واتمنى ان الاداره تراجع حساباتها وتغير طريقه تفكيرها وتصلح. شكرا جدا.